سلام الله عليكم متابعي الأوفياء. قبل كل شيء أريد أن أخبركم بأني أحبكم في الله، أحبكم الله ورسوله. حكاية اليوم أحبتي بعنوان تفاحات الغدر. أتمنى أن تنال إعجابكم. أطفئوا النور، أريحوا أعينكم، وأنصتوا بقلوبكم. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على الحبيب العدنان. يحكى أنه كان لفلاح 3 بنات، وكانت والدتهن قد توفيت، فاتخذ الأب لنفسه زوجة أخرى. كانت زوجة الأب تكره البنات كأنهن الطاعون، ولا تتوقف عن إزعاج زوجها ليل نهار، طالبة منه أن يأخذ البنات بعيدا ويتخلص منهن. وفي بعض الأحيان كانت ترضخ لتوسلات زوجها للإبقاء على بناته، لكنها لم تتوقف قط عن إظهار كرهها الشديد لهن. في نهاية الأمر لم تعد زوجة الأب تطيق صبرا، فذهبت إلى الفراش حاملة معها قطعة خبز جافة، وبدأت تئن. تقلبت على يمينها فسمعت الزوج تكسر الخبز، وصرخت عالية: تكسرت جوانبي! واستمرت بالأنين. أرادت زوجة الأب بهذه الحيلة اتهام بنات زوجها بأنهن السبب وراء تعبها وآلامها، مما سيدفع الأب للرضوخ لرغبتها والتخلص من بناته. ذهب الأب إلى أعماق الغابة، وهناك رأى شجرة تفاح مثمرة. حفر حفرة عميقة تحتها، ثم أخذ معه لكل واحدة منهن تفاحة. عندما دخل البيت أعطى لكل بنت من بناته تفاحة. أحبت الفتيات مذاق التفاح وسألنه: أين وجدت هذه الثمار يا أبي؟ هل يمكنك أن تحضر لنا المزيد؟ فأجاب الأب: هناك في الغابة الكثير من هذا التفاح، لكن لم يكن لدي الوقت لأحضر المزيد. إن أردتن يمكنني اصطحابكن معي، سأقوم بهز الشجرة وأنتن تتكلفن بجمع التفاح وإحضاره. فرحت الفتيات كثيرا، وسرنا مع أبيهن إلى الغابة. كان الأب قد غطى الحفرة جيدا، ثم قال للفتيات: ها هي التفاحات، سأقوم بهزها لتسقط عن الشجرة، لكن إياكن أن تبدأن بجمع التفاح قبل أن أشير عليكن بذلك. عندها فقط يمكنكن التجمع والبدء بالتقاط الثمار، وكل واحدة تلتقط تفاحة تصبح لها. تسلق الأب الشجرة، وفي اللحظة التي بدأ فيها بهزها صرخ بالفتيات: الآن يمكنكن التقاطها. فتدافعن نحو غطاء الحفرة الذي لم يحتمل وزنهن معا، فسقطن جميعهن. ألقى الأب الكثير من التفاح لبناته، ثم تركهن هناك ومضى. لم تفهم الفتيات في البداية تصرف الأب، لكنهن وجدن فيما بعد أنه أحضرهن إلى الغابة لغاية ما. فقالت الفتيات فيما بينهن: إنها زوجة أبينا الشريرة، وحدها الملامة على كل ما حدث. وبما أنهن لم يكن هناك أمل في الحصول على المساعدة، شرعن في البكاء. بكين وبكين حتى شحبت وجوههن، وشقت دموعهن السماء من فوقهن والأرض من تحتهن. وفي النهاية أتينا على كل التفاح الذي حصلن عليه. فكرن كثيرا وقررن أن تقوم كل واحدة منهن بشرح إصبعها الصغير، ومن يكون مذاق دمها أكثر حلاوة من أختها ستقوم الأختان الأخريين بأكلها. تذوقت الفتيات دماء بعضهن بعضا، واتفقت الأختان الكبيرتان أن دم الصغرى هو الأكثر حلاوة. فقالت الأخيرة: يا أختي، لا تأكلاني، لا يزال لدي 3 تفاحات خبأتها هنا، يمكنكما أكلها، وربما بمشيئة الله سنتمكن من إيجاد حل آخر. ثم ركعت وبدأت بالصلاة.
يا رب أتوسل إليك أن تجعل من إحدى يدي معولا ومن الأخرى مجرفة. فجأة وأمام ذهولها وذهول أختيها استجيب الدعاء، وتحولت إحدى يديها لمعول والأخرى لمجرفة. تعجبت الفتيات كثيرا ولم يدرين هل يبكين أم يفرحن، هل هي نعمة أم نقمة، لكنهن تقبلن الأمر بسرعة، فواقع حالهن يفرض عليهن ذلك. فصارت البنت تحفر التراب بيد وتجرفه بالأخرى. ظلت تحفر إلى أن وصلت إلى جحر فأر، وجدت فيه جوزا، فأخذت بعضا منه وقدمته لأختيها، ثم تابعت الحفر إلى أن أحدثت ثقبا في حائط إسطبل. وكان هذا الإسطبل يعود للملك الذي كان يطعم جياده يوميا لوزا وزبيبا، فصارت تدخل وأختها إلى الإسطبل ويسرقن منه اللوز والزبيب ويأكلنه. دهش عمال الإسطبل من ذلك وقالوا فيما بينهم: من هذا الذي يسرق اللوز والزبيب؟ ستموت الجياد من الجوع. وفي إحدى المرات أثناء قيام الفتاة الصغيرة بالحفر أحدثت ثقبا إلى كوخ تعيش فيه عجوز، وكانت هذه العجوز تذهب كل صباح في نزهة إلى سوق المدينة. شعرت الفتيات بالذنب لما فعلنه، فتسللن إلى الكوخ وقمن بتنظيفه وترتيبه جيدا، ثم وضعنا بعض الحبوب فوق النار لطهيها، وأخذن ما يسد رمقهن من الخبز وتسللن عائدات. عند عودة العجوز فوجئت بما حل في بيتها. من ذا الذي رتب كوخها وسرق خبزها؟ في اليوم التالي لازمت الكوخ ولم تخرج إلى السوق، لفت نفسها برقعة حصير ووقفت تنتظر قرب الباب. تسللت الفتيات واحدة تلو الأخرى معتقدات أن العجوز قد غادرت. راقبتهن العجوز من خلال الحصيرة ولم تكد تصدق ما ترى. رأتهن وفوجئت بأن كل واحدة منهن أجمل من الأخرى، وأدهشتها شدة بياض بشرتهن وكأنهن لم يعرفن الشمس على الإطلاق. ظلت تحدق حتى لم تعد تطيق صبرا، فألقت بالحصير جانبا وأمسكت إحدى الفتيات بكلتا ذراعيها قائلة: من أنتن؟ هل أنتن بشر أم ملائكة؟ أجابت الفتاة: نحن 3 شقيقات، إننا من البشر، وهذا ما حدث معنا. ثم قصت على العجوز حكايتهن. فرحت العجوز كثيرا لأنها التقت الفتيات ال3، فصارت تحرسهن كنور عينيها، وقبل أن تخرج لأي غرض كانت تغطيهن بالسلال لئلا يراهن أحد ويأخذهن منها. في أحد الأيام غادرت العجوز البيت بعد أن غطت الفتيات بالسلال وأغلقت الأبواب. خطر ببال الصغيرات أن يذهبن للإسطبل لإحضار بعض الزبيب، فخرجن من تحت السلال وزحفن باتجاه الإسطبل. وفي اللحظة التي بدأن فيها بسرقة الزبيب رآهن سائس الخيل فأمسك بهن وأحضرهن إلى الملك. سألهن الملك عمن يكن، فأخبرنه بقصتهن، فقال بعدها: أخبرنني الآن، هل تتقن صنعة ما؟ أجابت الكبرى: أستطيع نسج سجادة يمكن لجيشك كله بكامل عتاده أن يجلس فوقها قبل أن يبسط نصفها الآخر. أما الوسطى فقالت: يمكنني أن أطبخ في قشرة بيضة طعاما يشبع جيشك كله قبل أن ينهي نصفه. ثم وجه الملك سؤاله للأخت الصغرى: وأنت ما الذي يمكنك فعله؟ فأجابت: يمكنني أن ألد أطفالا لهم شعور ذهبية. سر الملك بجوابها وتزوج بها. أما بالنسبة للأختين الأخريين فقد قاما باختبار مهارتهما، فتمكنت الكبرى من صنع سجادة لكنها لم تكفي ليجلس عليها رجل واحد. أما الوسطى فقد استطاعت أن تطهو في قشرة بيض، لكن الطعام لم يشبع عصفورا صغيرا. غضب الملك كثيرا وقال لزوجته: إن خدعتني أنت الأخرى
فسوف لن ترى أي منكن النور بعد ذلك. مرت الأيام وحملت الأخت الصغرى. في ذلك الوقت كان أعداء الملك يتجهون لقتاله، وكان الملك يعد العدة لمواجهتهم، فأوصى قبل مغادرته: إن ولدت زوجتي صبيا علقوا سيفا على الباب، أما إن كان المولود بنتا فعلقوا مغزلا. بعد مضي وقت قصير لازمت الزوجة غرفة نومها، وحرصت الأختان على رعايتها وعدم السماح لأحد بدخول غرفة نومها. مرت الأيام فأنجبت زوجة الملك طفلا ذهبي الشعر. ملأ الغيظ قلبي الأختين، فكيف لأختهما الصغرى أن تثبت صدقها أمام الملك بينما ظهرتا هما بمظهر الكاذبتين؟ لذلك قررتا أن تجعل أختهما تظهر بمظهر الكاذبة أيضا، فاستبدلتا الطفل ذهبي الشعر بقط صغير من دون أن تشعر الأم بهما. لم تجرؤ الأختين على قتل الطفل، فصنعتا صندوقا ووضعتا الطفل فيه وألقيا به في النهر. حمل النهر الطفل بعيدا إلى أن علق في مجرى طاحونة ماء. انسد المجرى وتوقفت الطاحونة. خرج الطحان ورأى الصندوق العالق في المجرى، فسحبه باتجاهه، وعندما فتح فوجئ بطفل جميل ذهبي الشعر. وبما أنه لم يرزق بأطفال، قرر أخذ الطفل إلى بيته وتربيته كابن له. في تلك الأثناء قام الأختان بتعليق قطعة قماش أسود على الباب. مرت الأيام وعاد الملك من المعركة، ورأى قطعة القماش الأسود على الباب فدهش كثيرا وسأل: ما الذي تعنيه قطعة القماش الأسود هذه؟ ماذا أنجبت لي زوجتي؟ فأخبروه: لقد أنجبت قطا صغيرا. غضب الملك كثيرا، لكنه فكر: ربما قام أحدهم بهذه الفعلة، سأنتظر وأرى إن كانت قد أنجبت ابنا. مرت سنة وحملت الزوجة مرة أخرى، وبينما كان الملك في رحلة صيد أنجبت زوجته طفلا آخر ذهبي الشعر. وكما فعلت الفتاتان في السابق، لم تسمح لأحد بالاقتراب من غرفة النوم، ثم سرقتا الطفل سرا ووضعتا مكانه قطة صغيرة أخرى. وللمرة الثانية وضعتا الطفل في صندوق ورمتاه في النهر ليجده الطحان من جديد. علقت الأختان قطعة قماش أسود على الباب مرة أخرى، وبعودة الملك ورؤيته لقطعة القماش الأسود هذه استشاط غضبا، وصار الشرر يتطاير من عينيه. ثم أخرج زوجته من غرفتها وجعلها ترتدي جلد ثور، وربطها إلى عمود أمام القصر، وأمر كل من يمر من أمامها أن يبصق على وجهها ويضربها. وهكذا قام ظلما بتعذيب إنسانة بريئة. أما بالنسبة للطحان فقد أحب الطفلين كأنهما طفلاه وبؤبؤ عينيه. كبر الولدان وصار شابين وسيمين حكيمين شجاعين، وكانا يكبران في يوم بقدر ما يكبر بقية الأطفال في سنة. في أحد الأيام وبينما كان الملك في رحلة صيد، رأى مجموعة من الأطفال يلعبون. كان بينهم طفلان يفوقان الآخرين مهارة. بدا الملك مأخوذا بهذين الطفلين، ولم يتمكن من إبعاد نظره عنهما. ظل ينظر إليهما دون كلل أو ملل، وتمنى لو يتمكن من التحديق بهما طوال العمر. لاحظ كم هما يشبهانه، وقد أدهشه هذا، فقال لنفسه: ابن من يا ترى يكون هذان الصغيران اللذان يشبهانني لهذه الدرجة؟ لكنه ورغم تساؤلاته الكثيرة لم يتوصل لمعرفة الحقيقة. وفجأة سقطت قبعة أحد الأخوين وكشفت عن شعره الذهبي. صدم الملك وسأل على الفور: ابن من هذان الطفلان؟ فقيل له: إنهما ابنا الطحان. في اليوم التالي أقام الملك وليمة دعا إليها الطحان وابنيه،
وعندما وصل الطفلان إلى ساحة القصر رأيا امرأة معلقة إلى أحد الأعمدة. نظر إليها طويلا وشعر بشعور ما تجاهها، وفي لحظة ما تيقن من أنها أمهما. في تلك اللحظة كان الطباخ يشوي طائرا على الجمر. أخذ الأخ الأكبر سيخ الشواء من يده وجلس بالقرب من النار وبدأ يقلب الطائر. عندما احمر الطائر ونضج جيدا، بدأ الصبي يحكي حكاية. أصغى الجميع للحكاية وهم ينظرون إلى وجه الصبي. حكى الأخير حكاية والدته بعد أن تكلم عن إنجاب أمه لطفلين ذو شعر ذهبي وعن خيانة أختيها للجميع. أنهى حكايته قائلا: إن كانت حكايتي هذه حقيقية سينشق جلد الثور وتصبح أمي حرة. ولم يكد ينهي كلامه حتى انشق جلد الثور وخرجت الأم. بعد أن أنهى الولد حكايته، أخذ الأخ الأصغر السيخ من يد أخيه وقال: إن كانت حكاية أخي صحيحة واتضح أن هذه المرأة هي أمنا الحقيقية، سينبت لهذا الطائر ريش ويحلق بعيدا. وفجأة ظهر الريش على الطائر المشوي وطار بعيدا. بدأ الجميع بالتحديق مندهشين للأخوين الذهبيين، وتعجبا من قدرتهما السحرية ومن مهارتهما. ثم أمر الملك الذي أذهلته الحكاية بأن تحضر الأختان الغيورتان أمامه على الفور، وأن تربطا بذيلي حصانين وتجرا وراءهما في الغابة. ثم ذهب الملك إلى زوجته واعتذر بشدة والدموع تنهمر كأنها أنهار، وابنيه ينظران إليهما بجواريه تغمرهما سعادة لا توصف بعد أن عرفت الحقيقة ووجدا والديهما. وهكذا عاش الملك وأبناؤه وزوجته في سعادة وهناء، متجاوزين كل آلام الماضي. انتهت الحكاية.